صباح مليان ترنم ونهاية لكل حزن وتعب وألم. يمكن عديت في ألم، والألم ده جاب ضعف، فحسيت بضعف والضعف أثر فيك ونتيجته جه الغم. ويقول الكتاب: الغم في قلب الرجل يحنيه. وده اللي حصل مع يهوذا في سفر نحمية لما قال كده: التراب كثير وضعفت قوة الحمالين، لم نقدر. لو بتقول مش قادر أكمل وفي هم وغم وتعب ومش قادر تواجه أو قادر تشيل الوقت اللي جاي وما عندكش قدرة إنك تكمل، يلا تشجع، ما تستسلمش، ما تبصش لورا، ما تبصش على إمكانياتك أنت. زي ما قال داود: أنا اليوم ضعيف لكن ممسوح ملك. يمكن بتعاني في حالة ضعف، لكن اوعى تنسى إنك ليك مسحة الملك، وحيث كلمة الملك هناك سلطان، وكلمة الرب في فمك كسيف حاد ينفع تنطقها النهاردة وتتكلم. لو انت ضعيف لكن ممسوح ملك. كمان اتشجع زي ما تشجع بولس لما صلى للرب 3 مرات ان ملاك الشيطان يفارقه، فرب قال له: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. بولس في نور عظيم نور في أعماقه الروحية، فقال كده: أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. وبعدين قال: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. لما تيجي بضعفك قدام الرب قوة المسيح تحل عليك، فتقدر تقول: في الوقت اللي أنا ضعيف فيه أنا بعلن إن هناك قوة في روحي اللي هي قوة المسيح اللي تحل في وقت الضعف، فأقدر أقول حينئذ أنا قوي. يمكن اليوم أنا ضعيف لكن ممسوح ملك. اتحرك بالمسحة، اتحرك بقوة المسيح، اتحرك النهاردة وانت واثق ان في كلمة الرب في فمك. يلا اتكلم ضد كل مرض، اتكلم ضد كل مشكلة، اتكلم ضد كل يأس، اتكلم ضد كل رياح وأمواج، واستخدم سلطانك لتسكت وتبكم في اسم يسوع. أمين. الرب يبارك.